الغسول او الدش المهبلي هل فعلا بيحمي من الالتهابات؟ وهل هو ممكن يساعدك انك تحملي في بنت او في ولد، وفي تحديد نوع الجنين؟ ثبت بعد ابحاث كتير ان الست تعمل غسول للمهبل داخليا ده حاجه غلط لسببين. السبب الاول انه بيغير درجه حموضه المهبل وده بيقلل من مناعته. الحاجه الثانيه ان بالعكس ده لو في التهابات خارجيه هيدخلها لداخل الرحم وللانابيب وممكن يسبب لنا مشاكل كتيره. بعض الشركات علشان ما تخسرش ابتدت تعمل الغسول ده، في ستات بتحب تستخدم غسول، استخدمت غسول يحافظ على البي اتش، بس في الاساس احنا مش محتاجين حاجه تعمل غسول داخلي. طب ايه يا دكتوره انسب طريقه ان انا عايزه احافظ ان انا ما يجيليش التهابات؟ بنستخدم الغسول خارجي فقط، خارجي، واحسن وقت بعد الدوره وبعد الجماع. ده المعدل الطبيعي اللي الست تستخدم فيه غسول خارجي، مش محتاجين اي دش مهبلي، وتحافظ على المنطقه ما يجيلهاش التهابات. في انواع كتيره جدا ظهرت بدرجات اسهل بقى، مش محتاجين نخفف، في حاجات فوم، في حاجات بتستخدم دايركت يوز فبتبقى اسهل لك. طب نيجي للنقطه الثانيه، هل انا لو استخدمت غسول مهبلي علشان احمل في ولد مثلا ده بيساعدني؟ لا بالعكس مش بيساعد خالص. لو مثلا واحده عملت الطريقه دي ونفعت معاها لان ربنا كاتب لها ان هي هتجيب ولد، تطلع تجري تقول لكل الناس انا استخدمت الغسول المهبلي ده وسبب ان انا حملت في ولد. لكن بالعكس الست اللي استخدمته ما حملتش في ولد هتقعد ساكته، يبقى دي نتيجه احنا بنقول عليها فولس بوزيتيف، ده مش حقيقي، انتوا مش بتبقوا شايفينه. انا اللي بتبقى الحالات عندي وببقى عارفه ان فعلا الدش المهبلي ملوش اي دور في ان انت تجيبي بنت او ولد.